السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر يا جماعة اللي احنا كلنا كنا مستنينه وصل الحمد لله في ظل الظروف السيئة والأزمات الاقتصادية واحتمال رفع أسعار البنزين، الحاجات الحلوة اللي احنا فيها ديت. فالخبر الحمد لله والشكر لله اللي احنا كنا مستنيينه وصل بسلامة الله. والآن مع المفاجأة الكبرى، مصر تستعد لإنشاء أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط لاستكشاف الفضاء. بالتحديد لاستكشاف أسرار الفضاء. ده كده عظمه قوي. تقريبا عايزين يعرفوا يا مصر بتعمليها ازاي، فقالوا ان احنا نعمل تلسكوب بقى. انت بتضحك عليها شويه. اللي بيتابع الاخبار ويشوف الافتتاحات والمشاريع وكل الحاجات اللي بتعملها الحكومة هيلاحظ ان في سمة مشتركة بينهم جميعا، الا وهي ايه؟ استخدام اساليب افعل التفضيل. لازم لما تكون بتعمل حاجة تكون الحاجة دي ايا كانت هي ايه، تكون الحاجة دي هي الحاجة الأكبر، الأطول، الأضخم، الأعظم، الأعرض. كفاية، هو من سايب؟ ما ينفعش تعمل حاجة عادية، يعني ما ينفعش. يعني عايز تعمل شقة، أكبر شقة في العالم. عايز تعمل مسجد، أكبر مسجد في العالم. لا كده. عايز تعمل كنيسة، أكبر كنيسة. عايز تعمل مصنع، تعمل أكبر مصنع في العالم. ما ينفعش تبقى الحاجات عادية، لازم الحاجات تبقى كبيرة. نيجي بقى للتلسكوب. مهم جدا التلسكوب طبعا عشان نستكشف اسرار الفضاء. يمكن مثلا ايه، نبعت لنا مسبار ولا مكوك نجيب غاز طبيعي من الفضاء مثلا. خلصنا احنا استكشاف الموارد واستغلال الثروات الموجوده في مصر، خلاص مسحنا مصر كلها وخلصنا. نبدا نصرف فلوس على استكشاف اسرار الفضاء، بحيث ان احنا ايه، يعني لقينا مثلا يعني بترول على القمر مثلا. مش عايز اقول المريخ بعيد قوي، يطلع بقى نعلن اكتشافات الدوله بترول، والمواطن ان شاء الله يبدا يستعد لحصد ثمار التنمية وثمار المشاريع القومية. ان احنا الحمد لله والشكر لله يا جماعة، ابشروا وهللوا، كله يبقى مبسوط. المزارعون في الحقول والحطبون في الجبال والعجائز حول نار المدفأة يستعدوا للخير اللي قادم. ان احنا لقينا بترول على القمر مثلا، نروح بقى نستخرجه ونيجي بقى هنا بقى، نبيع بقى في مصر. دي اخبار جميله الحمد لله. يا رب كتر افراحنا. السؤال بتاع التلسكوب ده هنعمله من جيوبنا ولا سالفين برضه؟ برضه ده سؤال. صباح الفل، صباح التلسكوب، صباح الفضاء يا جماعه. احنا هنستخدم بقى التلسكوب الجميل ده في ان احنا نشوف الانجازات، مشاريع. شايف يا ابني، شايف الانجازات الجميله اللي هناك دي؟ شايفها؟ شايف المشاريع الجميله؟ شايفها؟ شايف بقى المواطن اللي واقف جنب المشاريع ديت شكله كده جعان او حاجه او في عنده مشاكل لا مش شايف. المواطن ده مش شايف. انا ما اعرفوش خالص سعادة البيع، حتى اساله.